السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، واهلا بيكم في اول ظهور لينا على شاشة القناة. انتشرت مؤخرا بين الناس صور كده بطريقة الانمي لشخصيات مشهورة، لعيبة كورة او حتى لاهلك واصحابك. وفعلا الموضوع انتشر جدا، وتقريبا ما جربش يعمل صورته كده. حتى انا هو يا عم، وانت كمان لو حابب تعمل صورة لنفسك الموضوع بسيط جدا. كل اللي عليك تروح لأي أداة ذكاء اصطناعي زي شات جي بي تي مثلا، وترفع له صورتك وتقول له خليها تبقى جيبلي ستايل، وبس كده ومبروك عليك الصورة. روح بقى حطها لبروفايلك أو أي حاجة. طب إيه هو أصلا جيبلي ستايل؟ أنا هقول لك كل حاجة عن الموضوع ده، وده يا سيدي موضوع حلقتنا النهاردة. جيبلي ستايل دي طريقة لرسم شخصيات الانيميشن، وبترجع لاستوديو جيبلي مبتكر الطريقة دي. والطريقة دي منتشرة جدا ومميزة جدا، واكيد انت شفتها في كذا مكان قبل كده. وزي ما قلنا مبتكر الطريقة دي هو استوديو جيبلي، وخلينا نتكلم عليه شوية. واستوديو جيبلي هو استوديو ياباني متخصص في صناعة الرسوم المتحركة او الانيميشن، او الاسم الاكثر شهرة الانمي. تم إنشاء الاستوديو في 15 يونيو سنة 1985 على إيد 3 أصدقاء، وهم في الأساس منتجين لأفلام الأنمي وليهم مسيرة كبيرة في الصناعة، وهم هايو ميازاكي وإيزاو تاكاهاتا وتوشو سوزوكي. ميازاكي وتاكاهاتا كانوا جزء من فريق الإنتاج لأفلام أنمي مشهورة زي ذا جريت أدفنتشر أوف حورس برنس أوف ذا صن سنة 1968، وأفلام باندا جو باندا سنة 1972 وسنة 1973. أما سوزوكي فكان من منتجي مجلات المانجا في شركة النشر توكوما شوتن، واشتغل هناك لفترة طويلة. وفي سنة 1984 وبعد النجاح الكبير لفيلم نوسيكا من وادي الرياح، واللي كان ميازاكي وسوزوكي من ضمن فريق الإنتاج، يقرروا إنشاء استوديو جيبلي ويدعو تاكاهاتا للانضمام ليهم. وفعلا يتم إنشاء الاستوديو في سنة 1985، ويكون المقر الرئيسي في مدينة كوجانا في العاصمة طوكيو. اختار ميازاكي اسم جيبلي وهو لقب طائرة الاستطلاع الإيطالية كابروني سي اي 309، واللي مشتق أصلا من اللهجة الليبية، ويعني الرياح الصحراوية الشديدة أو رياح الخمسين. اختار ميازاكي الاسم ده بالتحديد علشان يدل على النقلة الكبيرة والتغيير اللي هيقوم به الاستوديو في صناعة الأنمي. بعد انطلاقة الاستوديو تم إنتاج أول فيلم سنة 1986 من كتابة وإخراج ميازاكي. وبعد النجاح والقبول الكبير اللي لقاه الفيلم، استمر الاستوديو في إنتاج الأفلام واللي كانت بتعجب الناس أكتر وأكتر. ومع الوقت شعبية الاستوديو زادت وبقى معروف في العالم كله. أفلام الاستوديو بقت محبوبة ومعروفة، و5 من أفلامه اترشحوا لجوائز الأوسكار، و4 أفلام فازت بجائزة أكاديمية اليابان للرسوم المتحركة. في الفترة من سنة 1999 لسنة 2005 الاستوديو أصبح تحت استحواذ شركة النشر توكوما شوتن. في الفترة دي تم إنتاج الكثير من الأفلام الناجحة، وأبرزهم فيلم سبريتد أواي، واللي تم إنتاجه في سنة 2001، والفيلم يعتبر من أنجح أعمال الاستوديو، وهو الوحيد اللي حاصل على جائزة الأوسكار، ده غير حصوله على العديد من الجوائز زي جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين. لكن الشراكة دي ما استمرتش لفترة طويلة، وانتهت في أبريل سنة 2005، ومن بعدها الاستوديو يشتغل كشركة مستقلة. وفي فبراير سنة 2008 سوزوكي يتنحى من رئاسة الاستوديو، المنصب اللي كان بيشغله من سنة 2005، ويعين مكانه كوجو هوشينو الرئيس السابق لاستوديوهات ديزني باليابان، وده لعلاقته الكويسة بالاستوديو. سوزوكي تخلى عن المنصب ده لأنه كان عايز يشرف على إنتاج الأفلام بنفسه، ففضل إنه يكون منتج على إنه يكون الرئيس. ويستمر الاستوديو في إنتاج الأفلام واللي بتلاقي رواج أكبر وأكبر لغاية يوم الحد 1 سبتمبر سنة 2013، لما ميازاكي قرر إنه يعتزل إنتاج الأفلام. على الرغم من إن ميازاكي كان من أهم الأسامي في الاستوديو، إلا إن اعتزاله ما خلاش الاستوديو يتوقف عن إنتاج الأفلام. وبعديها بسنة في 2014 يتم عرض أول مسلسل تلفزيوني من إنتاج الاستوديو. المسلسل كان 26 حلقة، وجورو ميازاكي ابن هايو ميازاكي هو اللي أخرج المسلسل.
في نفس السنة سوزوكي يترك الإنتاج ويتولى منصب المدير العام، ويقرر إن الاستوديو هياخد استراحة مؤقتة من إنتاج الأفلام، وده عشان يعيدوا تكوين رؤيتهم للمستقبل خصوصا بعد اعتزال ميازاكي. بعديها بسنتين وبالتعاون مع شركة وايلد بانش الألمانية، الاستوديو يقوم بإنتاج فيلم ذا ريد تيرتل. الفيلم بيتعرض في فرنسا في 29 يونيو 2016، وفي سبتمبر بيتعرض في اليابان. بعديها بسنة سوزوكي بيعلن إن ميازاكي قرر العودة من الاعتزال لإنتاج فيلمه الأخير. وفي 2018 يتوفى إيزاو تاكاهاتا، الاسم الثالث من مؤسسين الاستوديو لو فاكرين، وكان آخر فيلم اشتغل عليه هو ريد تيرتل. تمر السنين ولسه مفيش أفلام جديدة للاستوديو لحد 14 يوليو سنة 2023 لما يتم عرض فيلم ذا بوي أند ذا هيرون، فيلم ميازاكي الأخير، وهو اللي قام بكتابة وإخراج الفيلم، وسوزوكي قام بدور المنتج. الفيلم لاقى إعجاب كبير جدا وحقق إيرادات وصلت ل 294 مليون دولار، ده غير إنه فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة. وفي أكتوبر من نفس السنة تستحوذ شركة الإنتاج التلفزيوني اليابانية نيبون على الاستوديو وإدارته تنتقل ليهم. أما ميازاكي وسوزوكي فيكتفوا بالدور الإشرافي فقط. وبس كده، دي قصة حياة الاستوديو باختصار. بعد ما حكينا قصة الاستوديو فمن الواضح إنه استوديو عريق، يعني مش حديث الولادة. إما إيه اللي خلاه ينتشر قوي في الفترة الأخيرة؟ الحقيقة إن الموضوع كله مرتبط بالذكاء الاصطناعي كحال معظم الترندات الجديدة. استوديو جيبلي كان ليه اسلوب مميز جدا في انتاج الافلام، من الكتابة والاخراج لحد الرسم والانيميشن. فمن حيث الكتابة والاخراج فهنلاقي ان الاستوديو دايما بيسعى انه يناقش قضايا مهمة في افلامه، ويتكلم عن الاخلاق وفضائل الصفات الانسانية، ومش هتلاقي شخصيات شر مطلق او خير مطلق زي معظم افلام الكرتون، لكن هتلاقي تقديم عميق للشخصيات ودوافعهم. اما من حيث الرسم والانيميشن فهنا بتبان قوة الاستوديو الحقيقية. أفلام الاستوديو كلها بتتم عن طريق الرسم اليدوي لكل دقيقة في الفيلم، وده بيخليها تطلع زي ما الاستوديو عايز بالظبط، وتحويل كل مشهد في الفيلم إلى لوحة فنية. لكن المشكلة طبعا إن الإتقان ده بيأثر على مدة الإنتاج، فلك أن تتخيل إن في أفضل فترات الاستوديو كان بيقدر ينجز 10 دقايق بس شهريا، اما مؤخرا فيدوب بيقدر ينجز دقيقة واحدة شهريا. شايف انت بقى كل المعاناة اللي بيمر بيها الاستوديو علشان يطلع لنا فيلم واحد؟ وحتى دي كمان الذكاء الاصطناعي قدر يعملها، وفي دقايق معدودة بيقدر يعمل لك صورة او فيديو قصير بنفس طريقة الاستوديو، وتقريبا ما تعرفش تفرقهم عن بعض. وطبعا ده أثر بالسلب على الاستوديو ومحبينه، والله أعلم هل هيقدر يستمر بنفس الطريقة ولا لا في ظل اقتحام الذكاء الاصطناعي لكل مجالات الحياة تقريبا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.